ايوه، يعني ليه يا بوبوش سموه يسر رغم انه مرجان؟ اليسر المرجان الاسود يا صديقي، سموه يسر من تيسير الامور، وكله بفضل وكرم من ربنا سبحانه وتعالى. ده ما قيل عنه، مش اللي انا بقول لك عليه. في معلومات كتير قيلت عن اليسر، انه لما بيخربش او بينقر او بيبهت في ايدك بتبقى امورك الصحية مش افضل حاجة، ودي معلومة خطأ، لان المرجان حجر هش مش حجر صخري زي بقية الاحجار، فوارد انه يعمل كده في ايدك. لكن في معلومة مؤكدة اتعلمناها من الناس الكبيرة، ان لما حبة اليسر تشرخ او تشقق في ايدك معناها ان في شر وازيح عنك، وكله طبعا اجتهادات وكلها اقاويل. لكن خليني اعرفك عرض النهارده عباره عن ايه. عرض النهارده يا صديقي عباره عن مجموعه من سبح اليسر 12 ملي بحجم 12 ملي، حجم كبير، حجم محترم. الحبات فيه جميله جدا بتبان من تجاذعها. طيب يا بوبش، ممكن تقول لي معلومه اعرف اليسر الاصلي من المقلد ازاي؟ عظيم عظيم عظيم. في حاجة اسمها يسر مضغوط. يعني ايه يسر مضغوط؟ يعني تراب اليسر مضغوط. طيب هعرفه من الاصل ازاي؟ هتلاقي اليسر المضغوط لونه باهت، استحالة تلاقي فيه التجاذيع دي. بص بص الحبات، بص الحبات. لو لقيت السبحة اليسر معتمة قوي، معتمة، مفيش فيها الحبات دي، وعبارة عن لطشات تجاذيع ربانية بالشكل ده. هحاول اوريها لك في ضوء النهار برضو عشان الرينج لايت عامل فيها دواير. فانت هنا بتتكلم في اليسر الطبيعي يا صديقي، التجاذيع الواضحة. طيب يا بوبوش، في ناس بيقول لك لما بحط اليسر في الميه بتظهر منه ريحه اليود. ده طبيعي، بتشم ريحه خفيفه لليود، مش هتشمها في تراب اليسر. ليه مش هشمها في تراب اليسر؟ لان تراب اليسر اضيف عليه بعض المواد عشان تصلبه، فبالتالي عزل الحجر. لكن الحجر الطبيعي هتلاقي تأثيره فين؟ شايف المئذنة؟ التجاذيع، التجاذيع الربانية دي كلها. طيب ايه العرض النهاردة يا بوبوش؟ العرض ان اي سبحة من دول 1250 جنيه، وهيجي لك مانوال تعريفي بالكامل لحجر اليسر. طيب انا بحب العشوائية، بحس ان العشوائي ده يعني حجر كده ايه ببركته زي ما بيقولوا. اتفضل، نفس السعر 1250، حبة كبيرة محملة. دي 12 ملي ودي نعتبرها 14 ملي. اوكي، ده العرض يا صديقي. هل كده خلصنا؟ لا يا صديقي، 1250 لأي سبحة، كلهم منتقاه شكل واحد، فيعني مش هتأثر معاك ان السبحة اللي توصلك ايه. حتى الحبات البيضة حاولت اوزعها على مجموع السبح كلها، تلاقينا واحدة بيضة، هتلاقي هنا كمان واحدة بيضة. العرض لو دفعت 1350 هتاخد معاها الأمراية العشوائي الذهبي دي، لأن في ناس بتحب عشوائية اليسر لكن ما تعرفش تمسكه. فلو انت مش بتحب العشوائية، عملتها لك في سبحة زي القمر، وبعوضها لك كمان في بريسلت 1350. حابب العشوائية الصافي، فإليك هذا الجمال الأمور من السبح اليسر العشوائي يا صديقي، وصباح الجمال. وأخيرا يا صديقي، أتمنى أكون قلت لك معلومة مفيدة عن حجر اليسر أو المرجان الأسود. أشوفك دايما على خير.